يا صباح الأخبار والأسرار اللي محدش يعرفها. في حاجات في العالم ده لو ما كنتش شفتها بعينك عمرك ما كنت هتصدق إنها موجودة. النهاردة هنكشف عن الذهب اللي بيتباع بالجرام وتمنه يشتري عربية، وهنغوص في قلب النخل عشان نطلع كنز رباني بيشفي من الأمراض. ومش بس كده، هنشوف الفطير الباكستاني اللي بيتعمل بالإيد من غير مكنة واحدة وبطريقة استعراضية تخليك تجوع وانت بتتفرج. وهنختم بأغلى لقمة ممكن تاكلها في حياتك. ركز في كل دقيقة لأن الواقع دايما بيطلع أغرب من الخيال. ويلا بينا. تعال بقى أوريك أغرب الأكلات في العالم واللي بيطلعوها من السمك، والجرام الواحد منها بفلوس كتير، وهي أكلة الكافيار. أيوة يا سيدي، الكافيار ده بيعتبر أغلى الأكلات البحرية، واستخراجه محتاج مجهود جبار لأنهم بيصطادوا أنواع معينة من السمك. والمعلومة هنا بقى إن النوع ده من السمك ممكن يقعد أكتر من 15 سنة عشان يبدأ ينتج الكافيار ده، وعشان كده الجرام الواحد بيعتبر استثمار وتمنه بيتحسب بالدولار. ومش بس كده، ده أغلى نوع كافيار في العالم كله هو الماس كافيار، والنوع ده بالذات بيطلع من سمكة نادرة جدا عمرها ممكن يوصل ل100 سنة، وده اللي بيخلي سعره دايما في العالي وأرقامه خيالية. سيبك بقى من الكافيار وتعال نشوف كنز النخيل المدفون. تعال بقى أوريك أغرب علاج طبيعي ممكن تشوفه، وهو قلب النخلة. وده بيبقى موجود في قلب النخلة من فوق، وعشان يوصلوا له لازم يقطعوا النخلة كلها، وده اللي بيخلي سعره غالي ومطلوب جدا في الأسواق العالمية. وده كنز للصحة، بيعالج الجهاز الهضمي والقولون وبيقوي المناعة. والسر هنا إنك عشان تاكل القطعة دي لازم نخلة كاملة تضحي بحياتها، لأن الهارت اوف بالم هو روح النخلة الحقيقية، واستخراجه معناه نهايتها فورا. وده اللي بيخلي سعره دايما في العالي، وبيتسمى ذهب النخيل الأبيض من كتر قيمته. سيبك بقى من النخل وتعال شوف مزارع المواشي. تعال بقى أوريك حركة غريبة بتعملها ناس في مزارع المواشي. والحركة دي يا سيدي بيعملوها عشان يتحكموا في البقر. أيوة زي ما انت شايف، بيعملوا فتحة في مناخير البقر وبعد كده بيعلقوا فيها حلقة من الحديد أو كمان حبل. والسر هنا إن الحلقة دي اسمها البول رينج، وهم بيختاروا المكان ده بالذات لأنه أكتر منطقة حساسة عند الثور. فبمجرد لمسة صغيرة للحلقة دي بتخليه يهدى تماما وينفذ الأوامر مهما كانت قوته. ودي الطريقة العالمية اللي بيسيطروا بيها على أشرس الأنواع. وبعد ما سيطرنا على البقر، تعال أوريك مشروع تاني خالص كله مكسب وفلوس. تعال بقى أوريك أكتر المشاريع اللي انتشرت في العالم كله دلوقتي واللي فيها فلوس كتير، وهي مشروع تربية النعام. النعام اللي انت بتتفرج عليه في التلفزيون ده في ناس دلوقتي بتربيه وبتكسب منه فلوس. أيوة يا سيدي، علشان لحم النعام مطلوب في العالم كله، وفي ناس بتاكله بكميات كبيرة. والسر هنا إنك مش بس بتكسب من اللحم، ده أغلى حاجة في المشروع ده هو الأوستريتش ليفر أو جلد النعام، وده بيعتبر من أفخم وأغلى الجلود في العالم بسبب النقشة المميزة اللي فيه، وبيدخل في صناعة أغلى الماركات العالمية اللي أسعارها بتعدي الآلاف. سيبك من مشاريع النعام وتعال نشوف سر العجينة اليدوية. تعال بقى نشوف أغرب أنواع العيش اللي موجودة في باكستان واللي بيسموه بالفطير الباكستاني. أيوة يا سيدي، العيش ده بيتعمل بطريقة يدوية، يعني ولا مكن ولا كهرباء. بيتعجن زي ما انتوا شايفين وبيتفرد، وبعد كده بيتحط على طاسة أو على قطعة من الحديد لحد ما بيستوي، وده يعتبر من أشهر أنواع العيش هناك. والمعلومة هنا إن العيش ده عالميا معروف باسم التندوري نان، والسر في طعمه المميز هو التنور أو الفرن الطيني اللي بيستوي فيه، وده اللي بيخليه يحتفظ بطراوته وريحته اللي بتقلب الدنيا، لدرجة إنه بقى طبق أساسي في المنيو بتاع أغلى المطاعم الهندية والباكستانية حول العالم. سيبك من العجين اليدوي وتعال نشوف سر أغرب بكتير. تعال بقى أوريك أغرب اختراع ممكن تركبه في حياتك واللي هيخليك تكره العجل كله. العجلة دي يا سيدي معمولة للسباقات، والغريب إنها ما فيهاش فرامل نهائي، والأغرب إنك عشان تحركها متر واحد محتاج مجهود عضلي جبار زي ما انت شايف كده. ومعلومة هنا إن العجلة دي شغالة بنظام الفيكسد جير، يعني التروس متصلة بالعجلة ومصممة بأعلى مستويات الإيروداينامكس عشان تطير حرفيا جوه المضمار. والتروس الضخمة دي هي اللي بتخلي الطلعة صعبة جدا في الأول، بس بمجرد ما بتتحرك بتوصل لسرعات خيالية مستحيل أي عجلة عادية تلحقها. وبس كده وصلنا لنهاية الحلقة. لو المقطع ده عجبك واستفدت منه معلومة جديدة، انزل دلوقتي اخبط اللايك المتين وقول لي في التعليقات ايه اكتر اختراع صدمك النهاردة. وعايزك تستنى اللي جاي عشان محضرين لك اسرار اغرب بكتير ما كنتش تتخيلها. اشوفكم على خير، سلام.